وحجج التضليل، ومعظمهم من الجديد من جهة من اتباع أحوال هذا العالم ومجرياته في الغرب والشرق من جهة أخرى. أيها السادة أيتها السيدات، لقد تناولت في مناسبة سابقة موضوع إمارة المؤمنين، أولها المقال حول البيعة الحفيظية سنة 1987، وآخرها المقالة التي صدرت في مجلة كلية الآداب بالرباط، وهي مجلة اسبيريستا بودا، وهي من أقدم مجلات العلوم الإنسانية في العالم، إذ احتفلت في العام الماضي بمرور قرن كامل على صدورها. فقد أراد هنري لورونس الأستاذ بالكوليج دو فرانس المختص في قضايا الإسلام المعاصر أراد أن ينشر في المجلة المذكورة ملفا حول الموضوع الذي يشغل المسلمين والعالم من حوله، وهو موضوع الخلافة، وطلب مني أن أكتب عن النموذج المغربي في نظام الحكم وإظهار الجوانب التي يمكن بها للمسلمين ولغيرهم أن يفهموا هذا النظام المتصور مثاليا خارج المنظومة القرآنية الصارمة في واقعيتها. وقد نشر هذا الملف في العام الماضي، وكان إسهامي فيه تحت عنوان إمارة المؤمنين ومعالمها البالغة في فهم مسألة الخلافة. بعد هذه المقدمة إلى صلب الموضوع ومسؤولية العلماء في شد أزر إمارة المؤمنين. أقصد بالعلماء كل من انتدبته الأمة الإمامة العظمى أو تصدى بنفسه لإرشاد الناس في الدين، وحيث أن الله تعالى وصف العلماء بخشية الله بين المعيار الذي ينبغي أن يعتمد في الحكم على تمييز العالم من غيره في السياق الإسلامي هو هذه الخشية، لا سيما باعتبار ما يرتبط بها من التأثير على الناس الذين لهم أحاسيس مرهفة في هذا الجانب، لأن العلم كصناعة هو في متناول البر والفاجر. والمفهوم من هذا الكلام أن من ينتظر منهم شد أزر إمارة المؤمنين هم العلماء الذين يعظمهم الناس من جهة التقوى لا من جهة مجرد الإعجاب بكلامهم في الدين. وهنالك أمور كثيرة في السياق تدخل في الابتلاء الذي يواجه المسلمين عامة ويواجه علماءهم خاصة، منها مشكل تدبير الحرية بمختلف مظاهرها، ذلك لأن سلطة العوائل وسلطة الحكام كانت تكبحها النوازع الجرأة وقلة الحياة وما يترتب عن الوصفين من استعلاء وطلب الزعامة بالدين. وهذا الردع لم يعد قائما لا سيما في سياق الانفجار الديموغرافي الذي يشهده العالم واستفحال تكنولوجيا التواصل وعواقب الامكانات الرقميه واكتشاف عوالم تتعلق بالجينات وتحديد المطالب المتعلقه بالحقوق ومعاناه الملاحقه الزجريه لانواع الاشاعه والبهتان، وقد صارت من ضمن موارد الاموال. إن هنالك تيارة فكرية ليست كلها بريئة مشغولة بمسألة نهاية العالم، وهي نهاية مرتبطة في القرآن الكريم بظن الناس بظن الإنسان أنه قادر على شغل الأرض التي يكون قد تغلب فيها على المسائل التي كانت تنجبه التضرع مثل المرض وأنواع مختلفة من الخوف والاحتياج. وكان هذا الوهم هو سيادة الإنسان على الطبيعة قد بدأت في الغرب الأوروبي منذ 3 قرون، لا سيما بتقليد المفكرين الفرنسية، تيار موحد للفلسفة القائلة بموت الإله. والمشاهد اليوم أن الفلاسفة الغربيين التحريريين بالقدر الضروري من الإيديولوجيا يقرون بأن لا أساس برهانيا لا للإيمان ولا للكفر، على الأقل محايدا، وأن المسألة هي مسألة اختيار حر للإنسان. أما ثمرة كل هذا التقدم الذي جرأ الإنسان على التبرم من الدين فهي في عالم اليوم أزمات خانقة لم يتردد الأمين العام للأمم المتحدة في رسم لوحتها القاتمة في لقاء تحالف الحضارات بفاس في الشهر الماضي. ينظم المجلس العلمي الأعلى هذه الندوة المباركة حول إمارة المؤمنين في ظرف زمني ملائم، والهدف من تنظيم هذه الندوة هو تجلية أبعاد ودلالات إمارة المؤمنين من جهة في علاقتها بالسادة العلماء، من حيث كون أمير المؤمنين حفظه الله ورئيس مؤسسة العلماء المجلس العلمي الأعلى. فإذا هناك تطور لمشيخة العلم في المغرب، والتي انتهت إلى أن تكون مؤسسة علمية دستورية يرأسها أمير المؤمنين نفسه، ثم من حيث علاقتها بامتدادها على القارة الإفريقية وعبر العالم، هذا الامتداد الروحي وهذا التبني الروحي لإمارة المؤمنين، وأيضا في تأطيرها للمؤمنين من الديانات الأخرى سواء كانوا يهودا أو كانوا نصارى، وكذلك في حرص إمارة المؤمنين على النهوض بقضايا المرأة وتمتيعها بحقوقها المشروعة كلها. هذه أهم المحاور التي سوف تدور حولها عروض الجلسة الأولى. الجلسة الثانية سوف تتناول قضايا أخرى تتعلق بإمارة المؤمنين في عصرنا الحديث والراهن،
بدءا بمحطة النضال والتحرير التي قادها مولانا أمير المؤمنين محمد الخامس طيب الله ثراه، ومحطة الوحدة والاستقرار التي قادها مولانا أمير المؤمنين الحسن الثاني طيب الله ثراه، ومحطة التنمية والازدهار الراهنة التي يقودها مولانا أمير المؤمنين محمد السادس أطال الله تعالى في عمره. ثم تتحدث العروض كذلك عن فضائل ومزايا إمارة المؤمنين في دفع الغلو والتشدد عن الدين ودرء الفتنة عن المؤمنين من خلال الأنشطة التي تقودها المؤسسة العلمية والتكوينات التي تؤطر بها القيمين الدينيين. فهذه كلها ولله الحمد قضايا تناقش في هذه الندوة العلمية المباركة من خلال العروض التي ستلقى، وتقبل الله من الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هناك العديد من المداخلات في إطار الندوة العلمية الكبرى الوطنية إمارة المؤمنين والخصوصية المغربية. ومن أبرز المداخلات في هذه الندوة في الجلسة الأولى إمارة المؤمنين، عناية إمارة المؤمنين بالمرأة عالمة ومتعلمة. طبعا تمت معالجة مجموعة من المواضيع في هذه المداخلة في محطات تاريخية مهمة في عهد أمير المؤمنين محمد الخامس رحمه الله، وفي عهد أمير المؤمنين حسن الثاني رحمه الله، وفي عهد جلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله. طبعا أبرز ما توضح في المداخلة الأولى المتعلقة أو في المحور الأول المتعلق بإمارة المؤمنين محمد الخامس تم إبراز الريادة المولوية السامية لأمير المؤمنين محمد الخامس حينما أعلى مكانة المرأة والفتاة واعتنى بها أيما عناية في مجال طبعا إنشاء المدارس وإخراجها من دائرة الأعراف والتقاليد الجائرة، وأيضا من دائرة ضبط الاستعمار الغاشم. وفي عهد أمير المؤمنين الحسن الثاني حفظه الله أبرز ما شيء يمكن أن نقوله هنا هو إنشاء الاتحاد الوطني لنساء المغرب، هذا الاتحاد الذي جمع شمل نساء المغاربة نحو تنمية الوطن وريادته بين المنتظم الدولي. كما لا ننسى أيضا جهود أمير المؤمنين الحسن الثاني في إنشاء المعاهد والجامعات ودار الحديث الحسنية، وكان للمرأة حضور بارز في الإعلاء من شأنها معرفة وتعلما وتعليما. أما العهد الزاخر لسيدنا ومولانا السلطان أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله فكان أزهى العصور وأزهى المحطات التاريخية في هذه إمارة المؤمنين، حيث أعطى دفعة قوية لهذه المرأة المغربية وجعلها شقيقة للرجل في كل الأمور على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والفكري، أشركها في كل المجالات. وأبرز هذه المجالات الشأن الديني، بحيث أنه أشركها فقيهة وعالمة في المجلس الأعلى وفي المجالس العلمية المحلية. كما أنشأ معلمة رائدة كانت حاضرة فيها المرأة الراشدة الدينية التي أبانت عن كعبها في التأطير الديني للمواطنين والمواطنات. كما أشركها جلالته حفظه الله بأن تشارك العلماء في إلقاء الدروس الحسنية المباركة. وأيضا مجالات أخرى فيما يتعلق بمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي أشرك فيها أيضا حضور المرأة المغربية والإفريقية في التأطير الديني للناس داخل المغرب وفي بلدان إفريقيا الفضاء. والسلام عليكم ورحمة الله.